يعتبر يعني التجربه الافضل بالنسبه لي في مجال الايكو سيستم عامه لغايه دلوقتي، بالنسبه للناس ان هي معاك بتساعدك على طول من اول ستيب لغايه اخر ستيب. تاني حاجه ان على طول معاك يعني بيدعموك حتى بره البروجكت بتاعك، لو في اي حاجه انت محتاجها، لو في اي حاجه محتاجها عايز تسال عليها، لو في التدريبات اصلا بتاعت يعني اللي احنا خدناها والبوت كامب بتاعها كان بصراحه جامد جدا. البروجكت بتاعنا هو ريبيكيا. طبعا كلنا احنا بنحب نبدل هدومنا باستمرار او نجددها او نغير فيها، وكمان ما بنقدرش نتخلص منها، بتكون اصلا مسببه لنا مشكله ان احنا مش عارفين نتخلص منها او نخزنها فين. فجت هنا بروجكت ريبيكا ان احنا بنحل المشكله دي عن طريق ان انت مثلا ممكن تبدل الملابس بتاعتك القديمه اللي انت مش محتاجها بكوبونات خصم او بهدايا عينيه، او خصومات من براندات اصلا ان انت تقدر تشتري ملابس جديده بفلوس قليله عشان في تضخم دلوقتي، وكمان في اصلا ضعف قدره شرائيه. الفكره كانت عندنا اصلا من قبلها، لان احنا كنا بدانا فيها يعني بالفعل يعني، بس البيزنس بتاعها والبيزنس يعني البلان بتاعت البيزنس بتاعتنا او البيزنس موديل بتاعنا اتغير لما دخلنا جرينش. في حاجات عدلنا فيها كتير، من ضمنها مثلا ان احنا كنا في الاول عاوزين نعمل زي مقايضه كده، يعني الملابس تتم في مقايضه مع الناس، ان هي تقايض بعض. ده احنا اجلناه لستيب ثانيه وعدلنا في البيزنس موديل اكتر من مره يعني، واحنا اثناء ما في البوت كامب بتاع جرينش. اتعلمت حاجات جديده في الفاينانس والماركتنج، وكمان بالنسبه اتعرفت على ناس يعني في البيزنس زي مستر احمد ياسين مثلا، المنتور بتاعنا، كان بيساعدنا يعني الفتره اللي فاتت وبدا يشتغل معانا ويدينا بعض النصايح.